اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم حبايبي؟ إن شاء الله تكونون بخير. رجعت اليوم وياكم، حبيت أشارككم فيديو السحور والفطور. هسه بلشت بالسحور، قليت بوتيتي، قليت بورق، وراح أطلع أجبان وروبة، والحمد لله والشكر على هاي النعمة. وهسه كمل سحورنا. وإن شاء الله يساهمكم ألف عافية حبايبي. وطبعا من أكمل سحور أغسل الماعين، وهم أنظف المطبخ قبل لا أنام، وأنتظر الآذان يأذن وأصلي، وبعدين أقرأ قرآن. لازم بهذا الشهر طبعا نستغلها، مو بس سحور، مو بس فطور، مو بس أكل، مو بس حلويات، مو بس تنظيف. نستغل هذا الشهر الفضيل، صوم وصلاة وقرآن، حتى ما نفوت علينا هاي الأيام المباركة الفضيلة اللي ما تجي غير بس مرة واحدة بالسنة. كل شي يجي، التنظيف، الطبخ يومية، كل هذا يتعوض، بس هاي الأيام ما تتعوض. فلازم نطلع بشي من هذا الشهر، يعني نخلصه طالعين منه بشي حلو، صيام وصلاة قرآن، وربي يتقبل منا ومنكم الطاعات وصالح الأعمال. هسه نجي على فطورنا. حبيت أغير شوربة، قلت خلي أسوي شوربة ماش مثل ما شفتوا. خليتها على النار فارت. أنا قبل لا أخليها على النار غسلتها، وغسلت الماش زين وخليتها على النار. بعدين فارت واستوى عندي الماش، صار كلش يعني تفلش صار. المهم هسه انتو قدامكم دا تشوفوا. بعدين اجي اهرسه بديه. انتو تحبون تسووه بالخلاط، بس اني ابد ما احب الخلاط لان كلش ينمرد وحتى طعمه يروح، فاخليه هيجي واظل اهرس بيه. كل ما اخليه له مي وبعد يفور، هو راح بعد كله يصير كلش طيب. ويا البصل بعد نحمس له، وراح نخلي شعرية وماجي، وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم. وهنا عندي دجاجة غاسلتها أني مي وملح ومنقعتها، راح أخليها بالفرن. أول نص ساعة أخليها بالفرن بدون ما أخلي لها كل شي. بعدين راح أخلي لها بصل وبوتيتة وطماطة وياها، بس ما أخليهم بالبداية حتى ما يحترقن. بعدين ورا نص ساعة أخليهن، وهو كله راح يستوي سوا ويا الدجاج. مثل ما شفتوا خليت شعرية وخليت ماجي، وراح أخليها على نار ناسية تتهدر على كيفها. بعدين أحمس لها بصل وأخليه عليها. وها هي كلش سهلة وسريعة وطيبة، وبنفس الوقت همينة مفيدة. ونغير، لازم أنا حبيت أغير كل مال عدس وهاي. وهنا فلست التمر وخليت عليه راشي وخليت عليه سمسم، وحضرت اللبن والطرشي. هذا كان فطورنا، وسهمكم ألف عافية. وقبل الفطور نخبص نفسنا ونوقف ونسوي فطور، بس من يجي الفطور ناكل بس الشوربة وكم لقمة وبعد ما نشتهي. انتو همينة هيجي مثلنا بنات، وهذا كله ينشال، وتعبنا اللي وقفناه قبل الفطور كله يروح بالخالي بلاش، خاصة هالأيام التمن. يعني ياكلون بالزايد نص ماعون، ربع،
أبد ما يكملون ماعون من نصبه. الحمد لله والشكر خلصت، نظفت المطبخ. من أكمل أنا فطور ريسن همين أشيل المواعين، ريسن طبعا المطبخ أنظفه، أغسل المواعين، أنظف الطباخ، أمسح الكاونتر، أخلص كل شي حتى بعد ما عندي شي حتى أرتاح. هنا غسلت المواعين مثل ما شفتوا، ما صورت لكم من غسلتهن حتى ما يتملون. وهاي الفترة الستان مالتي مال التصوير انكسر، وكله دا اصور لكم بداية، فدا تشوفون اللقطات يعني قريبة كلش، وحتى يعني مو هواي دا اصور، فتحملوني على ما اشتري ستاند جديد ان شاء الله. وهنا الراحة النفسية، هسه من يخلص المطبخ واحد يرتاح. وهاي بعدين يعني قمت سويت لهم جلي، وسويت عصير برتقال، وراح اسوي الحلاوة مال جزر. انا صورتها قبل الفطور سويتها، هسه راح انزل لكم اياها. حلاوة الجزر كلش سهلة وسريعة وما تاخذ من وقتكم. غسلت الجزر وبرشته، غسلته قبل لا أبرشه، وقشرته وبرشته، وخليت زبد، قطعة زبد، وخليت شوية زيت حتى ما يحترق الزبد، وظليت أحمس بالجزر لحد ما يتغير لونه ويذبل بنفس الوقت. يعني من تشوفوا ذبل وتغير لونه تضيفون الشكر. هسه هنا شفت بعدها هي لونها تغير وذبل، راح اخلي له الشكر. هاي الكمية مال الجزر اخذت من عندي 3/4 الكوب شكر. من اخلي الشكر اظل احمس بيه ويا الجزر، راح تشوفوه يتغير لونه، وحتى راح يعني يصير متكرمل، الجزر راح يتكرمل. شوفوا لونه اتغير. هسه راح اخليه خاشوقة نشا، واخليه بمي. هنا خليت هيل، وراح اخليه بمي بارد واخليه عليه. من اشوفه اظل احمس بيه، من اخلي النشا من اشوفه يذلم من عندي كله الجزر يصير قطعة واحدة، بعدها هي اطفي. خلصت. باعوا. هسه راح تلم عندي كلها، راح تصير قطعة واحدة بحيث من احمس بيها تلم. وهاي خلصت هنا حلاوة الجزر. ان شاء الله عجبكم الفيديو، لا تنسوني لايك والاشتراك، وانتظروني بالفيديوهات الجاية حبايبي.